للمرة المليون بيختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الصعب المحفوف بالمخاطر، مش بس على شعبيته أو على الكرسي، لأ، التهديد بحياته وسلامه الشخصي. بعد التصريحات اللي طلع بيها ترامب الشهير بالحاج أبو حنان وقال إن هو عايز يهجر الغزاويين على الأردن ومصر، على بالي يا جماعة بس ما نشوف غزة كده عشان هي بقت مكان غير صالح للحياة تماما، فهنوضبها ونشوف هنرجعهم بقى على المدى القصير ولا المدى البعيد، هنشوف الموضوع ده، بس المهم إن احنا هنهجرهم بره غزة. بيطلع علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بتصريحات تعد الأخطر والأجرأ في كل الفترة اللي فاتت دي، ردا على كل الهفلطة اللي بتحصل في موضوع التهجير. بس لفت انتباهي في التصريحات دي ولفت انتباه ناس كتير قوي كلمة قالها الرئيس، بيقول أنا عايز العالم كله يعرف إن في أمة، ويقصد الأمة المصرية، وقفت ضد التهجير، وإن سواء أنا كنت موجود أو مش موجود لازم العالم كله يعرف إن الأمة نفسها ضد التهجير، مش رأيي الشخصي بس. لحد هنا كلنا كنا معتقدين ان الرئيس بيرمي الكرة في ملعبنا، ان احنا امة رافضة الموضوع ده تماما، الموضوع مش قرار شخصي ليه، وان احنا كمصريين رافضين تماما فكرة التهجير. بس واضح ان الموضوع مش كده بس. بعدها على طول نزلت جريدة جورساليم بوست، الجريدة التابعة للموساد، نزلت مقال طويل عريض جدا عن تصريحات الرئيس، وده شيء طبيعي جدا، صحافة بتتكلم عن تصريحات رئيس. اللي ما كانش طبيعي ان هم في وسط المقال حشروا صورة غريبة جدا، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو بيسلم على الرئيس الإيراني الراحل اللي مات بعملية اغتيال في طيارته هو وزير خارجيته، وهم بيسلموا على بعض. بعدها على طول صفحة إسرائيل بالعربي تنزل صورة كاريكاتير للرئيس الإيراني الراحل وتكتب فوقها من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. فلما تيجي تجمع تصريحات الرئيس واللي هم كتبوه بعدها تبتدي تحس ان في لغة تهديد بالاغتيال للرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بينقل الصراع لمرحلة تانية خالص، لان لازم يخلصوا من عبد الفتاح السيسي، الشوكة اللي واقفة في حلقهم. الموضوع دلوقتي ما بقاش مجرد ممارسة ضغوط على مصر سواء اقتصادية او الكلام اللي كانوا بيعملوه قبل كده ويولعوا لك الحدود بتاعتك من جميع الاتجاهات، لا، الموضوع بقى اوضح من كده وبقى لعب على المكشوف. وكالعادة بيبهرنا عبد الفتاح السيسي بقوته وجرأته وثباته، مش بس ثباته كشخص، لا، ثباته على موقف المصري الرافض للتهجير سواء لمصر أو لغير، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية. من 7 أكتوبر وإحنا بنقول مصر بس اللي واقفة مع القضية، من 7 أكتوبر بنقول عبد الفتاح السيسي بس اللي واقف في وش الكل وبيقول لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية. من 7 أكتوبر ومصر شايلة فوق طاقتها حكومة وقيادة وشعبا وجيشا. بس ولا يهمك يا ريس، احنا كلنا في ظهرك، 110 مليون مصري فدائي في ظهرك. اثبت على موقفك يا ريس زي ما انت ثابت من يوم ما عرفناك، من يوم ما عرفناك وانت دايما بتختار الطريق الصعب، دايما بتختار الطريق المتعب، وربنا بيسدد خطوك، واحنا كلنا في ظهرك ومعاك. ولو حد فاكر ان ممكن يهددنا او يبقى خطر على عبد الفتاح السيسي، انا بقول لكم عبد الفتاح السيسي هو اللي خطر عليكم. ربنا يحميك وينصرك ويثبت اقدامك ويعينك وينور بصر وبصيرة شعبك ويعرفوا حجم الخطر اللي احنا بنتعرض ليه. احنا معاك يا ريس، ما يهمكش، ولا عاش ولا كان اللي يهدد رئيس مصر بالاغتيال، لا عاش ولا كان. احنا 110 مليون عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر غصب عن عين التخين، ويحيا عبد الفتاح السيسي الرجل الشريف في زمن عز فيه الشرف. ودعوني هنا أشير إلى ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية. وهنا لا يمكن أبداً الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت. وعندما أشير للثوابت فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري، والتي تشمل بالقطع إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص
شعبها وإقليمها. أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب وهو يرغب في تحقيق السلام للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم في منطقة الشرق الأوسط. واسمحوا لي أن أنا هنا يعني أخرج عن سياق الكلام اللي أنا قلته دلوقتي، وأقول إن إحنا خلال ما يقرب من 15 شهر أكدنا إن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو عبارة عن إفرازات لنتائج سنين طويلة جدا جدا لم يصل فيها أو لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي جذور المشكلة لم يتم التعامل معها. وهنا كل عدة سنوات ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة. إذن الحل لهذه القضية هو حل الدولتين، هو إيجاد دولة فلسطينية. دي حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وده مش رأيي أنا. لازم نكون وأنا بتكلم في النقطة ديت واضعين في الاعتبار الرأي العام، مش العربي ومش المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أن هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني خلال 70 سنة اللي فاتوا، ويرى أن حل هذه الأزمة لإيجاد هذا الظلم التاريخي مش إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه، لا، هو أن يبقى في حل للدولتين جنبا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي وأمن وأمان للمواطن الفلسطيني. دي نقطة. النقطة الثانية ما رأيناه من يومين من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهر. الآلاف اللي رجعوا دول كانوا راجعين ليه؟ راجعين على إيه؟ راجعين على الركام، على اللي تم تحطيمه خلال 14 شهر. وإحنا في مصر حذرنا في بداية الأزمة من يكون اللي بيتعمل هو محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة عشان يتم تهجير الفلسطينيين. وقلنا ساعتها بالفترة ديت في أكتوبر والشهور اللي بعد كده في كل من التقينا بهم من مسؤولين إن الأزمة اللي احنا شايفينها وبنعيشها هي أزمة ناتجة مش فقط على عمل أو عنف متبادل بين الطرفين، هو فقد للأمل في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. أنا هقول إيه للرأي العام المصري، ولن أتكلم على الرأي العام العربي أو الإسلامي أو العالمي. أقول له إيه لو طلب مني أو ما يتردد على أن ممكن يتم تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ أنا أتصور أن أنا، وطبعا أنا يعني بقول فرضية نظرية، لو قلت ده معناه عدم استقرار للأمن القومي المصري ولا الأمن القومي العربي في منطقتنا. المهم جدا أن الناس اللي بتسمعنا تعرف أن في هنا في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر. أنا موجود في مكاني أو مشيت منه، أمة لها موقف في هذا الأمر. الظلم التاريخي اللي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كده ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إن هم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها. هل ممكن الكلام ده يتكرر مرة تاني؟ أنا ما افتكرش. وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر
هيخرج كله في الشارع المصري يقول لي لا، لا تشارك في ظلم، لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.